لو بتدور على افضل موبايل بسعر من 8 ل 15000 جنيه اللي هو من 150 ل 300 دولار، يبقى الفيديو ده عشانك. في التصويت اللي انا نزلته اكتر من 50% طلبوا مني اعمل فيديو عن افضل الموبايلات في الفئه دي، فقررت اعمل الفيديو ده واقدم لكم فيه خلاصه الترشيحات. الفئه دي فيها موبايلات قويه جدا، وانا اخترت لكم احسن موبايلات ممكن تلاقوها، وكمان هرشح لكم بدايل لو الموبايل الاساسي ما عجبكش. الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس اوعدك لو بتدور على موبايل في الفئه دي هتخلص الفيديو وانت عارف هتشتري ايه بالظبط. وعشان ما ازعلش الناس اللي بتدور على افضل موبايل بسعر 4000 جنيه لحد 8000 جنيه، هتلاقوا الخلاصه في الفيديو ده. هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. قبل ما نبدا بقى في فيديو النهارده ونخش في التفاصيل، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. ثواني بسيطه بس اجرك كبير عند ربنا. وما تنسوش طبعا تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم ازل الغم عنهم وانصرهم نصرا قريبا. مش هطول عليك اكتر من كده، اقول طول ويلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الموبايلات اللي تقدر تشتريها من اول 8000 جنيه لحد 15000 جنيه. انا جبت لكم موبايل اساسي في كل فئة، وده اللي انا شايفه الافضل من وجهة نظري. طيب مثلا ما عجبكش او عايز تليفون من شركة تانية، ما تقلقش هقول لك ترشيحات بديلة وكويسة في نفس الفئة لكل تليفون. يعني بص كده كده هتخرج من الفيديو وانت عارف هتشتري ايه. هنبتدي باول فئة وهي فئة ال 8000 جنيه. افضل موبايل في الفئه دي هو سامسونج ام 34. الموبايل ده تحسه جه الفئه دي غلط، لان سعره كان ب 11 و12 الف جنيه، بس نزل بقى ب 8500 جنيه. اول حاجه تصميم التليفون هنا انا شايفه الصراحه شكله كويس. بالنسبه للشاشه بقى فسامسونج دايما بتبدع في شاشاتها. الشاشه سوبر اموليد بحجم 6.5 بوصه وبدقه فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. سطوع الشاشه 1000 شمعه، والشاشه عليها طبقه حمايه من جوريلا جلاس الجيل الخامس. الشاشه هنا الصراحه ممتازه جدا ومميزه وهتاخد منها تجربه كويسه. المعالج هنا هو اكزينوس 1280. المعالج هنا مقبول وكويس وهتاخد منه اداء يعتبر جيد سواء في الاستخدام اليومي او التصفح، بس في الالعاب مش هتاخد احسن اداء وهيبقى فيه شويه سخونه. بالنسبه للكاميرات فالتليفون هنا جايب 3 كاميرات خلفيه، الاولى 50 ميجا بكسل ودي كاميرا الموبايل الاساسيه وفيها تثبيت بصري، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل ودي كاميرا الترا وايد للتصوير بزاويه واسعه، والثالثه 2 ميجا بكسل ودي مايكرو. الكاميرا الخلفيه هنا تقدر تصور بيها فيديوهات بجوده ال 4K بمعدل 30 اطار في الثانيه. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات بجودة 1080. بالنسبة للبطارية فهي هنا جايب حجم 6000 ملي امبير، بطارية كبيرة وكويسة وهتاخد منها اداء كويس، بالاضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 25 واط. البدائل بتاعته هم التكنو سبارك 20 برو بلس والكامون 30. الموبايلات دي ممتازة جدا وخصوصا الكامون 30. نروح بقى لتاني فئة وهي فئة ال 9000 جنيه. افضل موبايل هنا هو ريدمي نوت 14. الموبايل بسيط وشكله كويس ما فيهوش تفاصيل كتير، اطار الكاميرات دائري والشكل العام مريح، والشاشه اموليد بحجم 6.67% بوصه ومعدل تحديث 120 هرتز بدقه فول اتش دي بلس، وسطوحها 1800 شمعه وعليها طبقه حمايه من جوريلا جلاس الجيل الخامس. باختصار شاشه ممتازه جدا للفئه دي من حيث الجوده والتجربه. والمعالج هنا هو ال جي 99 الترا، اداؤه مقبول جدا في الاستخدام اليومي، وفي الالعاب الاداء متوسط ومقبول. التليفون فيه 3 كاميرات خلفيه، الاساسيه 108 ميجا بكسل، واحده مايكرو وواحده عزل، والكاميرا الاماميه 20 ميجا بكسل. بيطلع صور كويسه ومقبوله الى حد ما، وبيصور فيديو بجوده 1080. والبطاريه 5500 ملي امبير والشحن سريع 33 واط. الموبايل ده يعتبر من اقوى الاختيارات في الفئه دي، خصوصا لو بتدور على موبايل متوازن من كل الجوانب، لا هو ضعيف في الاداء ولا حتى تعبان في الشاشه والكاميرا. البديل بتاعه هو فيفو واي 29. ثالث فئه وهي فئه ال 10000 جنيه، والتليفون الافضل فيها هو فيفو في 40 لايت. التصميم كويس وممتاز، والشاشه هنا اموليد وحجمها 6.67% بوصه بدقه فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. يعني هتاخد الوان مريحه جدا للعين، سواد حقيقي وتجربه مشاهده ممتعه. الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 685 وده مش موجه للجيمرز، لكن في نفس الوقت بيديك اداء مستقر جدا في كل حاجه تانية. يعني لو سوشيال ميديا شغال تمام، واتساب فيسبوك تيك توك مفيش اي مشاكل. الكاميرات هنا هي مش احترافيه بس عمليه جدا. الكاميرا الخلفيه الاساسيه 50 ميجا بكسل ومعاها واحده تانية 2 ميجا بكسل عزل، بتديك صور كويسه جدا في الاضاءه الطبيعيه او القويه، والوانها واقعيه وتفاصيلها واضحه. والكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل هتاخد بيها صور ممتازه، وتصوير الفيديو بيقف لحد 1080 ودي ممكن ناس تقول انها نقطه ضعف، وطبعا معاهم حق. البطاريه 5000 ملي امبير، بس الاحلى ان الشحن اللي جاي معاه 80 واط بيشحن من 0 ل 45% في حوالي ربع ساعه، وده رقم ممتاز جدا. البدائل بتوعه هم سامسونج اي 25 او هونور اكس 8 بي. نروح بقى لفئه ال 11000 جنيه.
وافضل موبايل هو الموتو جي 75. وخليني اقول لك ليه ممكن يكون اختيار مناسب ليك في الفئه دي. الموبايل جاي بشهاده اي بي 68 يعني ضد المياه والتراب، وكمان واخد شهاده عسكريه للتحمل. الشاشه هنا بحجم 6.78% بوصه بدقه فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكمان السطوع 1000 شمعه، وطبقه حمايه من جوريلا جلاس الجيل الخامس. الشاشه مش اموليد، لكن ال سي دي اللي هنا كويسه جدا في الالوان والسطوع، وهتديك تجربه محترمه في الاستخدام اليومي والالعاب. الموبايل جاي بمعالج جامد جدا، وهو معالج السناب دراجون 6 جين 3. ده معالج فئه متوسطه حديث، هيشغل لك ببجي على 60 فريم من غير اي مشاكل، ومفيش سخونه ولا تهنيج، وهتحس بسلاسه في الاستخدام اليومي. الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل، ومعاها كاميرا تانية الترا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل. الاداء بتاع الكاميرات هنا مش هيبهرك، بس في الفئه السعريه دي يعتبر جيد جدا. هتقدر تصور صور كويسه في الاضاءه القويه، والفيديو بيصور لحد 4K من الكاميرتين الاماميه والخلفيه. والبطاريه 5000 ملي امبير، وسرعه الشحن 30 واط. كمان بيدعم الشحن اللاسلكي بقدره 15 واط. البطاريه دي هتكمل معاك يوم كامل، خصوصا مع المعالج الموفر للطاقه اللي هنا. البدائل بتوعهم هم سامسونج جاي 26. البدائل دي لو انت مش عاوز تليفون للالعاب، عاوز تليفون يكون استخدام يومي عادي وتصوير، يكون متكامل اكتر يعني. نروح بقى لفئه ال 12000 جنيه. افضل موبايل فيها هو فيفو في 50 لايت ال 4 جي. الموبايل ده بيقدم توليفه عبقريه في كل حاجه بدون مبالغه، ما عدا نقطه مهمه وهي المعالج، وهقول لك ليه. الجهاز بيقدم اقوى بطاريه في سعره 6500 ملي امبير، وشاحن جبار 90 واط مع سوفت وير ومعالج موفرين للطاقه، يعني هتاخد اداء بطاريه محترم. وكذلك ابعاد الجهاز كويسه. التصميم صحيح اذواق، بس عجبني انه جهاز له هويه، ودعم معيار مقاومه اي بي 65 وشهاده عسكريه ضد الصدمات. الشاشه اموليد بحجم 6.77% بوصه بتردد 120 هرتز، والسطوع 1300 شمعه، ومعدل وميض مريح للعين باستحواذ جميل وحواف قليله. كمان في سبيكر ستوريو محترم، ولكن مفيش مدخل ال 3 و5 مللي. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بمستشعر كويس، ومعالجه الصور جميله وادائها قوي. والكاميرا السيلفي محترمه 32 ميجا بكسل، بس مش احسن حاجه بالليل. كذلك مفيش كاميرا زاويه واسعه، وغير داعم لتصوير فيديوهات 4K. الموبايل اعتمادي بمعايير الشخصيه، مستشعر مكالمات حقيقي، وبصمه شاشه سريعه، وشبكات واي فاي قويه، وسوفت وير خفيف ومستقر، وكرتونه كامله شاحن ووصله وجراب وسكرينه متركبه على الجهاز. عيبه بالنسبه لي المعالج بتاعه ضعيف. سناب دراجون 685 موجود في اجهزه بنص سعره، هتاخد منه اداء يومي كويس مع السوفت وير الخفيف، ولكن اداؤه ضعيف في الالعاب. اما لو مالكش في الالعاب، هات الفيفو في 50 لايت ومش هتندم. نروح بقى لفئه ال 13000 جنيه. افضل موبايل بالسعر ده هو اوبو رينو 13 اف ال 4 جي. الموبايل تصميمه كويس، وكمان الموبايل مقاوم للمياه والتراب بمعيار اي بي 69. الموبايل بيجي بشاشه اموليد بحجم 6.67% بوصه بدقه فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع الشاشه بيوصل ل 2100 شمعه. الالوان مشبعه والتباين عالي، فلو بتحب تتفرج على فيديوهات او تتصفح كتير هتتبسط جدا من الشاشه دي. المعالج اللي في الموبايل هو الهيليو جي 100. ده معالج بيقدم اداء كويس في الاستخدام اليومي، زي السوشيال ميديا والتصوير والتصفح، حتى بعض الالعاب الخفيفه والمتوسطه، وهتاخد منه 60 فريم في بابجي. الكاميرا الخلفيه الاساسيه 50 ميجا بكسل فيها مثبت بصري، في كمان كاميرا تانية 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع، وكاميرا ثالثه للميكرو 2 ميجا بكسل. الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل، ودي من اقوى نقط قوه التليفون. السيلفي بيطلع نظيف وتفاصيله واضحه والالوان طبيعيه، بس للاسف تصوير الفيديو هنا بجوده 1080 بس. الموبايل بيجي ببطاريه ضخمه 5800 ملي امبير، وسرعه الشحن هنا 45 واط. السماعات هنا ستيريو صوتها عالي وواضح جدا، سواء في المكالمات او الفيديوهات او الالعاب. يعني لو انت بتدور على موبايل بكاميرا حلوه، شاشه ممتازه، وبتحب الموبايل يكون مقاوم للمياه والتراب، فده اختيار محترم جدا في فئته السعريه. البدائل بتوعه هم ريلمي 14 تي. نروح بقى لفئه ال 14000 جنيه. عندك افضل موبايل هنا هو اونر اكس 9 بي. الشاشه اموليد بحجم 6.78% بوصه، ومعدل تحديث 120 هرتز بدقه فول اتش دي بلس، والاهم انها ضد الكسر بمستوى رهيب اسمه الترا باونس انتي دروب، ودي معناها امتصاص صدمات فائق ومضاد للسقوط. المعالج اللي هنا هو السناب دراجون 6 جين 1. اداؤه محترم جدا، وبيشغل العاب تقيله عادي، ويومك هيعدي بدون تهنيج او لاج. والكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل، والاماميه 16 ميجا بكسل، وفي كمان كاميرا الترا وايد 5 ميجا بكسل. الصور التفاصيل بتبقى فيها جامده، لكن النايت مود مش الافضل. والكاميرا الخلفيه بتقدر تصور بيها فيديو بدقه ال 4K، والاماميه اخرك 1080. البطاريه 5800 ملي امبير، وبتشحن بقوه 35 واط. بس للاسف السماعات هنا مونو مش ستيريو. البدائل بتوعه هم ريلمي بي 1 برو او سامسونج اي 35 لو لقيتهم. نروح بقى لاخر فئه، وهي فئه ال 15000 جنيه.
عندك السامسونج اي 36 ومش شايف له بديل بصراحه احسن منه وبنفس السعر. التليفون ده بدون مبالغه يدشمل اي جهاز لحد 16000 جنيه تحديدا في 3 نقط رئيسيه: الكاميرات والاداء وتجربه المستخدم. الجهاز بيقدم افضل معالج تحت 16000 جنيه، واداء كاميرا خلفيه وايد انجل محترم، اعلى سطوع شاشه والوان وتباين، واعلى خامات تصنيع في سعره، واحسن تجربه صوتيه في الفئه، سماعات ستيريو بجوده فعلا محترمه، ودعم بلوتوث 5.4 والNFC والشريحه الالكترونيه. كمان نازل بمعالج نظيف من كوالكوم، بالتالي الشبكات هتكون احسن من نظيره الاكزينوسوس. والميزه الجامده انه بيدعم 6 سنين تحديثات اندرويد. عيوبه بالنسبه لي كرتونه فاضيه، يعني هتشتري شاحن وجراب وسكرينه وكل حاجه. كمان مستشعر مكالمات سوفت وير ونوع ذاكره مش الاقوى. رايي الشخصي لو معاك 15 او 16000 ومش هتزود جنيه يبقى ده اختيارك الاول، وفكك من اي جهاز تاني، خصوصا لو عايز تجربه محترمه واختيار مضمون يحفظ قيمه فلوسك نسبيا. جهاز سريع عموما بمعالج سناب دراجون 6 جين 3 بيتفوق بفرق 30% عن السناب دراجون 6 جين 1. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. استعرضنا مع بعض افضل الموبايلات في كل فئه سعريه من اول 8000 جنيه لحد 15000 جنيه، وكمان رشحت لكم بدايل لو التليفون الاساسي مش مناسب ليك. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو وصلت لحد هنا فده معناه ان الفيديو عجبك، فما تنساش اللايك الجميل اللي بيفرق معايا جدا، واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. ولو عندك اي سؤال او محتار بين اي تليفونين اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه. وما تنسوش طبعا تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم ازل الغم عنهم وانصرهم نصرا قريبا. شكرا لكم على المتابعه، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وسلام.